أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ البريات عالم الظواهر والخفيات، سبحانه قد أحاط بكل شيء رحمة وحلما. نجى برحمته عباده المؤمنين وأجاب بلطفه دعاء المضطرين، وأوهن بعزته كيد الكافرين، وأضعف بجبروته كيد الشيطان المهين، وأبطل بقدرته عمل أولياء الشياطين، فأضل سعيهم وأزهق باطلهم، وكشف السوء عن عباده الصالحين. أحمده تعالى حمدا كثيرا، وما يفي بمحامده التحميد، أشكره جل ذكره شكرا وفيرا، أبتغي به من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الولي الحميد فعال لما يريد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائم حقا بنصرة التوحيد، أحمد الناس لربه المجيد، الماحي كفر كل شيطان مريد، الحاشر يحشر عند قدميه العبيد، العاقب فلا نبي بعده، ولا مناص من اتباعه لطالب النجاة ولا محيد، المحفوظ حقا بدرع العصمة لا بدرع الحديد، المنصور برب العزة سبحانه لا بعدد من خلق ولا عديد. قسم الله تعالى عدوه بالرعب والوعيد قبل قتال وعدة وتجنيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أولي الفضل المديد والقول السديد، وعلى إخوانه النبيين وآل كل وسائر الصالحين المقتدين بهداهم والمقتفين أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما توالت فتن الأعمال الباطلة على قلوب المؤمنين وعرضت عليها كالحصير عودا عودا، وزاغ كثير منها عن الحق، وكثر اشتغال الناس بما يضرهم ولا ينفعهم، وباعوا آخرتهم بعرض من الدنيا قليل، وأعرضوا عما جاء في التنزيل، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وصارت طلسمات السحرة الأشرار وتعاويذ الكهنة الفجار مقدمة لديهم على كلام سيد المرسلين الأبرار صلى الله عليه وسلم، ما تعاقب ليل ونهار. رأيت أن من واجبي محبة لأهل الإسلام ودبا عن حياضه المطهرة أن أبين عوار أهل الزيغ والضلال، وقد استفحل خطرهم واستشرى كيدهم، وكاد لولا لطف الله بهذه الأمة المكرمة أن يدك حصن توحيدها وأن يزل قدمها بعد ثبوتها، فإنك تكاد لا تجد بيتا أو ناديا إلا تعلق أهله شيئا ولو خيطا، أو تمسكوا بأهداب مشعوذ، فإن لم يكن ذلك فأقله أن يكونوا قد قرأوا فنجانا، أو استبشروا أو بمطلع نجم وتشاءموا بأفوله، أو كرهوا رقما وأحبوا آخر، حتى صارت مواقع الفتن خلال بيوتهم كمواقع القطر. لذلك كله فقد استخرت الله تعالى في إجابة من دعاني لبيان ما يحصن المؤمن ويكفيه بإذن الله، مما قد يضره من عين عائن، أو حسد حاسد، أو كيد ساحر، أو مس شيطان، أو استعانة كاهن فاجر بجن كافر،
وغير ذلك مما يورث ضرا بالغا من عمل شرار الخلق وأعداء الحق، قاصدا كشف أحوالهم المشينة وأعمالهم المهينة، مع بيان ما رجح من أحكام هؤلاء وأعمالهم في الشريعة الغراء المبينة، مستعينا بالله تعالى، مستهديا بكتابه المجيد، ومستنيرا بمنار السنة العلية وجوامع كلم خير البرية صلى الله عليه وسلم، جامعا من معين ذلك كله رقي مشروعة إن شاء الله، سائلا الله الملك العلام أن يجعلها سببا مباركا لدفع الضر بإذنه عن الأنام، وأن يتقبلها بقبول حسن وينبتها نباتا حسنا، فيضع لها قبولا في قلوب عباده الأخيار، ويكفلها أهلها من السادة الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع عن الجن. كتير من الناس نقول ست بتقول هل فعلا ممكن يكون حاجة اسمها جن عاشق؟ أنا ست بحس حد معايا، حد بيلمسني، حد بيجامعني، بحس إني ببص في المراية أشوف وجهي وجه الرجل، الجن بيظهر عليا وأنا ببص في المراية، وعلى الجانب الآخر بنلاقي رجل يقول نفس الكلام. بحس إني لما ببص في المراية بشوف وجه امرأة، بحس عيوني عيون امرأة، والخدود والشفايف وبعض تفاصيل الجسد. فهل الكلام ده حقيقي؟ كمان يا ترى ايه هي لغة ولكنة الجن؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل الجن العاشق يمس الإنسان، الرجل والمرأة. وطبعا في كتير من الناس يقول طب أنا إزاي ده بيحصل معايا مع إني بقرأ القرآن وبصلي وبلتزم وبقوم الليل أو ما شابه من الكلمات. نقول دي حقيقة وبتحصل بالفعل. طيب إيه لغة الجن؟ لغة الجن واللكنات هي كل اللغات، بمعنى انت بتعتقد ان الشخص اللي بيمسه جن عاشق هو بيكون هو نفسه، ده مش جن، هو نفس الشخص. لا، هو بيستخدم الجسد وبيستخدم اعضائه وبيستخدم لسانه وصوته احيانا، لكن الجن احيانا بيجي بصوت غير صوت صاحبه او الشخص اللي هو مسه، كمان بيجي بلغة غير لغته، وبيكون ثقافته أعمق من الشخص نفسه اللي هو صاحب الحالة أو العرض يعني. فكأن شخص هو ثقافته محدودة بشكل معين، فبيكون الجن ممكن يعني كتير من الناس اللي عندهم الخبرة يقول أنا كنت عارف إن الشخص اللي أنا رايح أعالجه مثلا ما بيعرفش يقرأ أو يكتب وما راحش مدرسة أو معهوش لغة، يتفاجئ ان الجن اتكلم معاه بلغة وليكن فرنساوي او لغة انجليزية. كمان بيكون الشخص من محافظة، تلاقي الجن من محافظة اخرى، يعني يكون الشخص من القاهرة ويكون الجن من الحبشة، من السودان، من النوبة، تلاقي اللكنة اتغيرت، بيتكلم باسلوب اهل البلد دي. أو يكون هو مصري ويكون الجن من السعودية أو المغرب، أو يكون من دولة أجنبية. الكلام ده حقيقة، وكتير من الناس نقول هو بيدعي إن مسه جن، وبالذات الستات، لكن في الحقيقة هو بالفعل ده بيحصل. بتلاقي صوت الشخص اتغير وقت حضور الجن، الصوت اتغير، رفع قوي أو تخن قوي. تلاقي الشخص نفسه كأنه ذهب لغيبوبة أو أغمى عليه مثلا، أو نام نوم تام، وبيظهر معاك الجن نفسه بيتكلم معاك، وبيكون يعني سلاحه ان هو بيخوفك، لأن هو في استطاعته فقط إنه يمس. وإحنا عارفين طبعا فرق كبير بين اللمس والمس. اللمس اللي هو ده يلمسك، لمس الجلد، أما المس مسافة أبعد شوية، وليكن يلمس الشعيرات جلد جسمك، تحس ان الشعيرات انتفضت، وقفت، الجلد فيه حبب، كأنك حاسس بسقعة شتاء كده. دي أمارة مؤكدة لظهوره ان هو بالفعل ده جن، مش مجرد الشخص اللي قصادك راجل او ست يكون بيدعي الموضوع. وبأمر الله تعالى يعني أرجو تكونوا استفدتم
وطبعا الحالات اللي بيجي فيها حاجه زي كده مش اي حد، يعني انا بنصح مش اي حد تستعين بيه، طبعا نستعين بالله واللي عنده الخبره والخلفيه لعلاج الحالات دي. وطبعا انا يشرفني اي حد يكلمني على الخاص او على الواتس. اشكركم، اخوكم سلامة نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.